في ناس وجودهم في حياتك بيكون واضح، يا إما موجودين يا إما مش موجودين. لكن في نوع تاني، مرة يحسسك إنك أهم واحد في الدنيا ومرة يختفي كأنك ولا حاجة تماما. يوم اهتمام، يوم برود، رسالة دلوقتي، اختفاء أسبوع. للأسف أكتر شخص ممكن تتعلقي بيه مش أكتر شخص حبك، بس هو أكتر شخص لعب بعقلك من غير ما يقصد، أو يمكن كان يقصد. ده اسمه متقلب الود. يا مساء الخير، في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. أنا زمان كنت فاكرة إن المشكلة إني بحب بزيادة، بس بعد ما قريت في علم النفس اكتشفت إن المشكلة مش الحب. المشكلة إن مخنا بيتعامل مع الشخص المتقلب بطريقة مختلفة تماما، ولما فهمت ليه التخطي كان مستحيل. في مقولة بتقول متقلب الود لا يؤتمن، بس هو مين أصلا متقلب الود ده؟ هو مش الشخص المشغول، ومش اللي بيحتاج مساحة في بعض من الأوقات. متقلب الود ده هو الشخص اللي بيقرب قوي لدرجة تخليكي تحسي بالأمان وبعدين يبعد فجأة من غير ولا تفسير، ولا إن هو قالك قبليها أصلا. بعدها بيرجع تاني وكأن مفيش أي حاجة حصلت، وده بيخليكي طول الوقت مستنية النسخة الحلوة منه ترجع. تخيلي كده إنك ماشية في صحراء، كل شوية حد يديكي نقطة مية وبعدين يمنعها، بعد كده يديكي نقطة مية تاني بعد كده يمنعها. هتفضلي تفكري في المية أكنها أكتر حاجة انتي محتاجاها، وممكن تكوني فعلا في وقت محتاجاها. والمية دي هتبقى بالنسبة لك أحلى مية شربتيها، مش عشان هي فعلا أحسن مية، بس عشان هي بقت نادرة. في علم النفس في حاجة اسمها intermittent reinforcement أو التعزيز المتقطع، وده واحد من أقوى الطرق اللي بتخلي المخ يتعلق بأي حاجة. الفكرة ببساطة إن المكافأة لما تبقى مش مضمونة، المخ بيفضل يحاول أكتر، وده نفس اللي بيخلي القمار إدمان مثلا. مش كل مرة بتكسبي، لكن يمكن المرة الجاية تكسبي. وللأسف العلاقات المتقلبة دي بتشتغل على نفس الطريقة وبنفس الفكرة بالظبط. مرة اهتمام، مرة تجاهل، مرة حب، مرة اختفاء، ومخك يفضل يقول يمكن بكرة يرجع زي الأول. تخيلي كده ان كل مرة بتفتحي موبايلك ممكن تلاقي رسالة، وممكن لأ. بعد كام يوم هتلاقي نفسك عمالة تتشيك يور فون كده all the time، واكتر من مرة في اليوم، مش لانه مهم، لكن لانك مش عارفة هيحصل ايه. وده بالظبط اللي بيحصل مع الشخص المتقلب. ويمكن السبب التاني ان في ناس كتير هي فعلا بتفتكر ان ده حب، وهو في الحقيقة مش حب، هو قلق. لو عندك خوف من الهجر، او ان انتي تتسابي، او اتعودتي ان الحب لازم يتعبك، فالشخص المتقلب بيبقى حاجة مألوفة، حاجة اتعودتي عليها. هو مش مريح لكن مألوف، واوقات احنا بنختار المألوف حتى لو كان مؤذي. افكرك بحاجة، فاكرة وانتي صغيرة لما كنتي بتستني حد يرضى عنك، بتحاولي ان انتي to please everyone around you، عايزة validation من الناس. كل مرة بيعاملك كويس بتحسي ان انتي كسبتي حاجة، ولما يبعد بتحاولي تعملي اي حاجة عشان يرجع. المخ ساعات بيكرر نفس اللعبة بس مع أشخاص مختلفين. أعتقد الغلط اللي أغلبنا بيعمله إننا بنقعد نحلل، هو اتغير ليه؟ هو زعلان ليه؟ هو مضغوط؟ طب يمكن خايف من حاجة؟ هو محتاج وقت؟ التحليل بيبقى مريح لأنه بيخلينا نحس إن إحنا عندنا سيطرة، بس الحقيقة إحنا بعاد أبعد شيء عن السيطرة. انتي مش محتاجة تفهمي هو ليه متقلب، على فكرة انتي محتاجة تشوفي هي العلاقة دي أصلا بتخليكي مرتاحة ولا طول الوقت مستنية. على فكرة في فرق كبير جدا من شخص ظروفه صعبة وشخص بيخليكي عايشة على الفتافيت. فأعتقد إن الحل كمان مش إنك تمنعي نفسك تحبيه، ولا إنك تقنعي نفسك إن هو شخص وحش. لكن الحل هيبدأ من عندك انتي، إن انتي تدربي مخك إن هو يبطل يربط السعادة بعدم اليقين. ويمكن ده بيبدأ بخمس خطوات كده ممكن نلخصها سريعا. أول حاجة، بطلي تفسري السلوك وابدأي راقبي السلوك. يعني بطلي تانلايز كل حاجة، اسألي نفسك هي أفعاله ثابتة ولا مشاعره. لأن المشاعر على فكرة ممكن نضحك فيها، نضحك عليكي بيها، لكن الأفعال مستحيل اللي يقدر يضحك عليكي بيها. الأفعال بتبقى ثابتة وبتعرفي تقيسيها، هل الشخص ده فعلا بيظهر وبيختفي، ولا الشخص ده أفعاله ثابتة، عارف هو بيعمل ايه، مش بيخليكي متوترة. تاني حاجة، اعملي قاعدة اسمها صدقي النمط مش الاستثناء.
يعني لو كان يوم كويس واختفى 10، يبقى النمط هو الاختفاء مش الوجود. تالت حاجة وأعتقد دي الأهم نقطة، إنك ترجعي تستثمري في نفسك، سواء صحابك سواء شغلك سواء رياضة سواء اكتيفيتيز أو هوايات. كل ما حياتك بتبقى أوسع، هتحسي إن هو فعلا بقى أصغر. رابع حاجة، لو لقيتي نفسك مستنية رسالة، اسألي نفسك هو أنا مستنية الشخص ولا مستنية الإحساس اللي بيديهولي لما يرجع، لأن الفرق ده هو اللي بيغير كل حاجة. خامس حاجة، لو ده نمط بيتكرر في كل علاقاتك، يبقى المشكلة مش الأشخاص. يمكن اختياراتك محتاجين نعمل عليها هايلايت كده. يمكن المشكلة في البين أو الجرح اللي بيخليكي تختاريهم، الجرح اللي لسه جواكي وانت ما عملتيش منه هيلينج وما تعملتيش معاه. وساعتها الشغل الحقيقي بيكون على نفسك انت. أصعب حاجة في متقلب الود ده، إنه مش بيكسر قلبك مرة واحدة، هو بيخليه مستني كل يوم. يمكن الحب الصحي ممل شوية على فكرة، أو ده اللي اكتشفناه، إن الحب الصحي ممل. ممل لأنه ثابت وواضح ومتوقع، ومش بيخليكي تقضي يومك كله مستنية رسالة زي ما انتي مستنية دلوقتي كده. لكن المشكلة عمرها ما كانت إنه كان بيبعد، يمكن المشكلة إنك كنت كل مرة بترجعي. لو وصلتي لحد هنا فشكرا جدا جدا ان انتي فضلتي معانا. متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان نتكلم اكتر مع بعض في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس.